اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وعاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. كل سنه وانتم طيبين وهابي نيو يير وسنه سعيده جديده عليكم يا رب. داخل عليكم بالفرح والسلام والامان وبالخير كله يا رب. وتفرحوا يا رب بولادكم ولاد ولادكم، اللهم امين جميعا يا رب. ودايما الفرح ما يتقطعش من بيتكم يا رب العالمين، وكل حبايبكم بخير يا رب وسعاده ودائما اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة عليكم وتنعاد عليكم الأيام بالخير يا رب وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة أنا جبت المشتريات بتاعة السهرة بقى والاحتفال وكده. جبت طبعا مناديل مطبخ عشان أولا ما عنديش، وجبت باكو مناديل صغنون كده. أجيب مناديل مبلل عشان لو خرجت ولا حاجة يبقى في الشنطة. شربنا عصير ايدي لزق بتاع، وجبنا كراميشة وشوكولاتة سوداني بالشوكولاتة، وجبنا لب وكوسة ولب أصوبر، وجبت لبن. طبعا لبن هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي، وجبنا موز. وده طبعا فطير كان ما جبتهوش، ده كان باقي من امبارح بس مش عارفه ايه اللي حطه قدام على المطبخ. طبعا جبت علبه زبادي للخميره بتاعه اللبن. عملنا طبعا الزبادي قبل كده مع بعض. اشتريت نعناع لقيته تحفه، ما عنديش للحقيقه النعناع خلصان من عندي. 3 ب5. طبعا جبت علبة كريم جانتيه. كريم جانتيه ايه، لأ ده جيلي بالفراولة. 3 في 1. 3 في 1 دول ب35 جنيه. علبة الكوكاس ديت بتتعمل باللبن، مش عارفة ب7 جنيه ونص باين. طبعا ابني قال لي عايز رقاق يا ماما، رحت جبت له الرقاق بقى ب40 جنيه الكيلو. والله كده الأول ب30 وكده، بقى ب40. يلا مش مشكلة. جبت لهم ب5 جنيه كوكاس، ولا مش عارفة كارنو فليكس أو ب5 جنيه فانكوش، بيحبوهم الولاد. وجبت طبعا شوكولاتة خام. هقولك هنعمل باقي دلوقتي. دي بتاعت حلويات وكده. كده ب15 جنيه كريز على كيس بن صغنون كده ب15، وفانيليا وبيكنج باودر عشان خاطر الوصفات اللي هنعملها النهاردة في الفيديو. واللي انا مسكتها البيضة ديت كانت كريم جانتيه خام. 8 كيلو ب40 جنيه. وديت نص كيلو جبنة فلاحي عشان الكيلو ب70. وطبعا جبت كيلو فراولة ب20. التفاح ب50 وب60، يا ربنا يرحمنا الحمد لله. جبت 3 تفاحات بس، والله عشان خاطر الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة ب30 جنيه. دي عشان الوصفة بتاعت النهاردة. تمام. النهاردة هنخش طبعا. عملت انا طبعا جيلي بالفراولة، انا عملته معاكم قبل كده بس ما عملتش آه معاكم هو بالفاكهة يعني. طبعا ماكينة الزبادي اهي، انا غليت اللبن وسبته لحد ما برد. دوبت عليه علبة الزبادي كخميرة، وحطيتها في الكوبايات بتاعة الماكينة وسبتها. طبعا حطها الساعة 4، فسبتها. طبعا انتوا عارفين في الشتاء الحاجة بتتلج بسرعة وكده، بتتماسك يعني بسرعة. فسبتها في الماكينة حوالي هسيبها كام ساعة. يعني انا الحقيقة شايلاها الساعة مش عارفة 1 بالليل ولا الساعة كام. كنت عاملاها الساعة 4 العصر. انا سبتها ونسيتها اساسا يعني عشان ما كنتش فاضية وكده. فطبعا بتكون سخنة، مش سخنة او دافية كده، فلما لازم افصل الماكينة لازم احطها في التلاجة تتماسك برضو. تمام. فحطيتها في التلاجة برضو لحد ما تماسكت، وهوريها لكم. طبعا انا كنت مخرطة تفاح احمر واصفر، ومخرطة موزاية يعني. فقلت احطهم كده في الكاسات بتاعتنا او الكوبايات. عشان نحط الكريم الجانتيه اهو. نرص كده الموز زي ما انتوا شايفين. انا اول مرة اعمل الجيلي بالفراولة بالفواكه. فواكه جميلة ومغذية، وفي نفس الوقت ايه، تدي طاقة كده للجسم. لو ولادك ما بيحبوش الفاكهة او كده، فدخلها لهم في الحاجات اللي بيحبوها، هيحبوها جدا وهيأدمنوها. اي نعم الفيديو طويل شويه بس استحملوني في الفيديو ده عشان فيه وصفات كتيره. يعني الفيديو ده اول مره انزله لكم فيه كذا وصفه، وكمان انا يعني ايه مقصره في الوصفات. طبعا اللي ما عرفش طريقه الجيلي، الباكو الواحد بيتعمل عليه 2 كوباية ميه. باكو الكريم الجيلي الفراوله او المانجا او ايا كان، بيتعمل عليه 2 كوباية ميه بس عشان يبقى تقيل ويتماسك معاكي. انا طبعا هنا عملت 2 باكت. هو العلبة اللي شفتها دي كانت فيها 3 ب35. عملت 2 بس وسبت سبت واحد. دول كده 2 باكت كريم جانتيه عليهم 4 كوبايات من المية. تمام. انا طبعا ما ضفتش اي سكر. لقيته كده حلو ولذيذ من غير سكر، بس هو بيبقى فيه نسبة سكر. تمام.
مش سكر بس مش قوي. الناس اللي بتحب السكريات ممكن تضيف له 3 4 معالق سكر بس، وتدوقوه حسب الرغبة برضه. بس هو عجبني حقيقي كده يعني. تمام. دلوقتي اللي مشتركش في قناتي يشترك في قناتي كده وتسعدوني يا رب وتفرحوا قلبي بمناسبة السنة الجديدة بقى، وهابي نيو يير عليكم وعلى الجميع يا رب العالمين. ويعملوا لي لايك، انتوا مشاهدة زي الفل بس اللايكات مفيش، واشتراكات برضو قليلة قوي معايا. ففرح قلبي كده بمناسبة السنة الجديدة، ويا ربنا يسعدكم يا رب جميعا. واكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم. دلوقتي انا صبيت الست اطباق وده كان زيادة، فانا قلت برضو اللي عايز سادة يشرب. تمام. هركنهم بقى في التلاجة دلوقتي. انا سيبته لحد ما برد تماما وبعد كده صبيته. هركنه في التلاجة وهننتقل لمرحلة الرز بلبن. يلا خلاص، يلا شيليهم بقى. ايه ده، الكاميرا وقعت ولا ايه اللي حصل؟ اه التليفون وقع. دلوقتي انا عملت الرز بلبن، جبت اقل من ربع كيلو رز بلبن. غسلته مره واحده بس عشان خاطر لازم يكون فيه نشويات، وحطيت عليه ميه نظيفه. سوري معلش. سبت لحد ما غلي واتهرى خالص في الميه. بعد كده انا ضفت كيلو اللبن، اللي ما يعرفش برضه طريقته، ضفت كيلو اللبن وسيبته يلف على النار ويتقل. ما حطيتلوش ولا كريم جانتيه ولا كريمه لباني ولا نشا عشان يتقل ولا اي حاجه، هو تقل مع نفسه كده رباني. شفت جمال ربنا هو ده. سيبته لحد ما تقل كده مع نفسه خالص. طبعا كنت ضفت له السكر اللي انا عايزاه، يعني مسكر دلع مظبوط. انا طبعا عملته مظبوط. وبعد كده ما طفيت عليه حطيت له 2 فانيليا، ب2 باكت فانيليا سايلة، فانيليا اللي هي الاكياس، انتي وراحتك حبيبتي. وعملت برضو 6 كاسات تمام، عشان ابني كان عايز رز بلبن بقاله فترة وعمال يقول لي عايزة اكل رز بلبن يا منى، قلت له حاضر. فقلت يلا بقى بمناسبة السنة الجديدة وكده وفرحة، فقلت اعمل الرز بلبن اللي بيحبه. وبنتي بتحب الزبادي، عملت لها الزبادي. وانا طبعا عملت اسمه ايه ده، الجيلي. بحب الجيلي جدا. وصدقوا اللي انا عملت بلح الشام، حمص الشام قصدي، بلح الشام ايه، دي حلويات. عملت بلح الشام جوزي بيحب فعملته له، بس ما صورتهوش الصراحه. يلا مش مشكله، صورته لكم قبل كده ونزلته، عملته برضو في الفيديو ده برضو في الوصفه. تمام. ادي ال6 اطباق. آه، وهزينهم كده ايه، تلفت الانظار كده، يكسر الضوء الابيض. حطيت لهم كريزايه حمراء، احنا في سنه جديده بقى وكريسمس وهابي نيو يير وكده يعني. فايه حاجتنا حمراء النهارده. لازم تبقى في حاجات حمراء. بذمتكم الشكل بقى حلو. ايه رأيكم؟ حاجة رقيقة وبسيطة وفي نفس الوقت تعجب اطفالنا وتزغلل عينيهم. تمام. دلوقتي احنا هنعمل كوز عصير. انا طبعا كان عندي فراولة انا مخزناها معاكم لما كنت انا جايبة ال6 كيلو كده، فعندي منها لسه كيسين. تمام. فهاخد، انا هعمل فراولة على موز على جوافة. فهاخد نص كيس نص كيس الجوافة اللي انا جايباه، هخلط نصه بس عشان هو انا طبعا عيناه بالبذر لان الشحمية دي بتقل معايا العصير. هخلط وهصفي ده عشان البذر، وهرجع ارده تاني في الخلاط وهضيف عليه بقى صبعين الموز والفراولة والسكر واللبن. هحط لهم بس شوية لبن كده حلوين كده صغننين بس. تمام. حلو الكلام، حلو الكلام لحد كده. وتقولوا لي مبروك بقى عشان الخلاط صلحناه، يعني كان بايظ والشركه طلعت ميتنا الصراحه. والتوكيلات قعدت كل ما اتصل يبعتوني لواحد شكل، كل ما اتصل يحولوني لواحد شكل، وعمالين يمطوحوني والله العظيم. ف الله يسامحهم بقى، الواحد مش عايز يدعي عليهم، داخل على الناس سنه جديده وكده. فيلا الحمد لله. كنتش عارفه اشتغل خالص بقالي كام يوم والله، مش بعرف اعمل اكل بسبب الخلاط، ايدي ورجلي. عصير كل حاجه كده. ادي الزبادي وادي الرز بلبن. طبعا مش حبيتش احطه في التلاجة عشان خاطر الجو برد وكده، فحطيت بس الجيلي بالفراولة عشان ده لازم يتحط في التلاجة عشان يتماسك. تمام. عشان خاطر لو قعد برا التلاجة بيفك ويسيح لوحده. اي نعم الجو برد وكده بس يلا برضه. فطبعا زودت دلوقتي شوية لبن حلوين، يعني حوالي نص كوباية او كوباية صغيرة في اللي هي في المج دي. وزودنا السكر بتاعنا ونضرب ونقول بسم الله. يبقى عملنا، انا كنت الصراحة جايبة الفاكهة دي وقلت هعمل كوكتيل الصراحة،
بس انا ما قعدت ادور على كيوي، ما لقيتش كيوي. فقلت يلا بقى نقلبها عصير بقى ونستعمل الفاكهة في الوصفات بتاعتنا، وهقول لكم هنعمل بقى ايه دلوقتي. كده ضربنا العصير الفراولة بالجوافة باللبن. خطير 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 الصراحة، طعمه لذيذ ما اقولكوش. اول مرة اعمل معاكم كذا وصفة في فيديو واحد والله الصراحة، بس الوصفة دي مش قايمة مخصوص عشان خاطر ده، لا، في اخر الفيديو هوريكم اخر الفيديو الوصفة دي قايمة بناء على ايه يعني. ادي ده كده العصير الفراولة برضو بتاعنا بالجوافة بالموز باللبن. يعني هقولكوا اساس الفيديو بتاعنا ده هو ايه، انا هوريهولكوا بس مش دلوقتي، لما يجي وقته. كل وقت وله اذان زي ما بيقولوا. يلا بقى خش دلوقتي وفرحوا قلبي وقولوا له كل سنه وانتم طيبين، يلا قول له كل سنه وانت طيبه. يلا بقى تعالوا نخش على الفيديو بتاعنا. ثواني. انا للاسف بعتذر ان انا المقطع ده ما جاش خالص وانا بعمله، بس انا كنت مفكر نفسي ان انا بصوره، بس للاسف طلع ما تصورش. المقادير هقولك عليها: كوبايه لبن، على كوبايه سكر، على كوبايه زيت، كوبايه لبن وكوبايه سكر وكوبايه زيت ومعلقتين سمنه، ضربتهم كلهم في الخلاط مع، بس كده. اه، ده كان الخليط. اول مره عملته مع كوبايه السكر وكوبايه اللبن، فنجان كده صغننه بوريهولكوا. كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه سكر وكوبايه لبن، كوبايه زيت ومعلقتين سمنه، وحطيت معلقتين كاكاو، دول ضربتهم في الخلاط. شلت كوبايه كده صغننه مج، وكملت على الباقي بثلاث بيضات وكيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. تمام. ده الخليط اللي انا كنت ضربه في الخلاط، فصبته دلوقتي. وعندي كوبايتين من الدقيق. هحط اول كوبايه بس لازم ننخلها عشان الطريقه دي مهمه جدا، عشان يخش لها هوا. انا للاسف بعتذر، انا كنت مفكره نفسي ان انا بصور المقطع ده بس طلع ما تصورش للاسف، معلش سامحوني. بس انا قلت لكم على المقادير اللي انا ضربتها في الخلاط: كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه زيت، ومعلقتين سمنه، وكنت حاطه معلقتين كاكاو خام، ده كاكاو اسباني خام مش محلى يا جماعه. ضربتهم في الخلاط، شلت كوبايه بس صغنونه، وزودت على باقي الخليط 3 بيضات وكيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. تمام. دلوقتي بقى انا بكم حطيت من كوبايه الدقيق دي، لقيته لسه القوام معايا خفيف عايز يتقل تاني، فزودت له نص كوبايه من كوبايه تاني، نص كوبايه دقيق يعني. تمام. ده القوام المطلوب اللي هو قوام انسيابي. طبعا معانا اصغر صينيه في الطقم اللي هو المستطيل ده، هحط عليها نقطه زيت كده ولازم نفرشها كويس بالزيت، ونبدرها بالدقيق عشان خاطر العجينه ما تلزقش معانا. تمام، ما تلزقش في قاع الصينيه. انا مش هحط ورق زبده ولا هحط غيره، هحط لها كده شويه دقيق ان هما ايه، يتبدروا. وهنحط الخليط بتاعنا، هنكون طبعا مشغلين الفرن بنحميه، وبعد كده نخرج كل الهواء والصهد اللي فيه ونوطي النار، وندخل صينية الكيكة على الشبكة يا جماعة، مش على تحت خالص، على الشبكة، ما تشغليش الشواية خالص. الكيكة عايزة نار هادية عشان تستوي براحتها، مش هتاخد معاكي اكتر من نص ساعة، يعني الكيكة تاخد اقل من كده كمان. تمام، لانها ما بتاخدش وقت في الفرن. اول ما تشم ريحتها في الفرن تعرفي ان هي كده ارتفعت وخلاص استوت. تختبرها ايه؟ تختبرها بخلة، لو دخلتيها وطلعت في عجينة يبقى لسه، ما طلعتش في عجينة يبقى كده استوى. بس طالما انت شميتي ريحة الكيكة خلاص. كده هنفضي الخليط بتاعنا. انا عاملة اصغر صينية، مش عاملة صينية كبيرة يعني. اهو هظبط الدنيا كده وعشان ما اطولش عليكم اهو. لازم تهز الصينية كده عشان خاطر تتأكدي ان طلعتي منها، او الهوا طلع منها، فرغتي كل الهوا. تمام. كده هنحطها على الشبكة وننتقل على الكريمة. انا معايا 8 كيلو كريمة، جايباها ب40 جنيه التمن ده. تمام، مش هحطها كلها يعني.
احط حوالي كام معلقه كده. ده المج اللي يا جماعه اللي انا معايا بيه مقادير الكيكه، هو ده المج اهو. هحط بيه مج لبن متلج، هو ده بس. مش هحط سكر. في ناس بتعمل الكريمه دي بميه عادي، هي كده كده كريمه خام اساسا، فعادي ممكن تعملها بميه. تحط سكر انت وراحتك، بس انا الصراحه ما ضفتش اي سكر خالص. انا حطيت مج ونص من من اللبن، وهحط 4 معالق او 5 معالق كريم جانتيه، واسيبهم يتضربوا كده مع نفس. لحوسنا الدنيا بس مش مشكله، كله هيتصلح. تصلحي اول باول كده عشان ما يبقاش فيه كركبه حواليكي، تعرفي تشتغلي. بصوا اهو، ده 1 مالوش تاني، 3 4 5. حطيت 5 معالق، والله ما كنت فاكره انا حاطه كام معلقه، بشوف الفيديو وافتكر. هفضل اضرب كده لحد ما القوام معايا يتقل. اه بصوا، لحد ما يتقل القوام معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تشيليه كده بالمعلقه. احطه في التلاجة يتماسك مع بعضه. بس قبل ما احطه في التلاجة، انتوا فاكرين كوبايه الخليط اللي احنا شيلناها، اللي الكاكاو والسمنه واللبن والسكر والكلام ده كله، هضيف منها بس كده شويه هنا تغير لون الكريمه بس مش اكتر. تمام. هضيف بس كام معلقه كده يغيروا شكل الكريمه. هي دي الكوبايه اللي احنا شلناها، طبعا ما فيهاش بيض ولا بيكنج باودر ولا الكلام ده كله، ده لبن وسكر وسمنه وزيت بس فقط، ما فيهاش حاجه اكتر ولا اقل. خليها بس كده تغير لون الكريمه معايا، ي- يدي اللون البني كده الفاتح شويه، وهسيبها في التلاجة تتماسك لحد اما الكيكه تطلع وتهدى خالص وتبرد ونسقسقها، وبعد كده نبتدي نشتغل عليها. دي كانت الوصفة بتاعتي الأساسية، والفيديو قايم بناء عليها. الصراحة يعني فأول مرة أعملها معاكم، وحبيت ان انا اشارككم معايا بمناسبة الكريسماس والكلام ده كله. انا كنت عايزة اعملها لكم بقالي فترة، بس اجلتها للسنة الجديدة وكده. هي العيال كانت عايزة منه تورته وكده، بس انا ما رضيتش اعملها عشان كنت عاملة وصفات كتيرة في الفيديو، وكنت تعبت الصراحة. ولو عن كده كنا عمالين نلف بره وكده، بنخلص شوية اوراق وكده. ادعولي ان شاء الله اللي بتمناه يا رب يتحقق وكده. ادعولي يا رب، ادعوا لاختكم، ادعولي. ربنا يوفقكم يا رب. كده البتاع بعد ما بردت تماما خالص، هخرمها، اديها فتحات كده، مش فتحات تهوية، هي كده كده بردت اساسا، بس هديها الاخرام دي عشان خاطر اسقيها. هسقيها بايه؟ هسقيها بلبن وسكر. جبت مج سكر، مج لبن، حطيت عليه معلقتين سكر. واللي انا هسقي العجينه التورته دي عشان خاطر تبقى طريه وجوسي كده وحلوه. بصوا اهو، بخرمها بالشوكه معايا عشان لما احط اللبن هي تشربه على طول اهو. بصي ما تسيبيش خرمه لما تسيبيش حته لما تخرميها. اه بصوا، انا خرمتها بالشكل ده كده، بس هي شكلها ما بص ولا حاجه يعني. دي كانت اخر وصفاتنا النهارده. بصوا تشربها ازاي اهو، هو ده المطلوب، اللي انا احطه تشربه على طول. طبعا لقيت فيه شويه سكر هحطهم برضو، وادوبهم واحطهم برضو، خساره السكر غالي ما انتوا عارفين. بصوا شربتها ازاي، النبي لو كنت حطيت كيلو كانت شربته، بقها واسع. كده خلاص، هحط الكريمه بقى ونسويها ونسيبها تتماسك شويه في التلاجة. بعد كده نحط الشوكليت اللي احنا عملناه. أنا مش عارفه انا كان في حد بيكلمني ولا ايه. اه انا حطيت معلقه ولقيت في تحت في لون ابيض، فقلت اقلبها كويس يعني عشان ما كنتش قلبتها كويس. صح، لقيت اللون الابيض بتاع الكريمه باين يعني. بس بجد كان طعمها جميله قوي، تشوفيها تقولي عليها جاهزه فعلا. شوف انت هتجيبي دستة الجاتوه بكام،
ب120 وب150 وب180. لا بجد مفيش ب120 دلوقتي، 150 180، وقطع صغننة كده ورفيعة. شوفي احنا عملنا كام واحدة. اي نعم يعني انا ما حشيتهاش من جوه، بس عادي كان طعمها كده كده تحفة تحفة تحفة. جربوا الطريقة دي بجد هتأدمنوها، كل شوية هتعملوها. كل اللي انا عملته في الفيديو كوم، والوصفة اللي انا عملتها دي كوم تاني خالص. يعني العيال راحة جاية عليها ما شاء الله يعني. لا كل شوية يقولوا لي انا ليا 2، انت عاملة فيها مش عارفة 8 قطع، لا مش عارف ايه. دلوقتي هطلع الكيس الحلواني بتاعي ده، كنت جايباه زمان ب25 جنيه، شوفي دلوقتي وصل لكام. تلاقي عدى ال50 جنيه ده. هحط بقى الكريمة اللي فيه واسيبها في التلاجة، وبعد كده هنطلعها نزوقها الشكل النهائي اهو. كده هحط لها الخليط الشوكولات اللي احنا عاملينه ده. طبعا مش هسيبها كده يعني، ده انا هخليها كلها شوكولات دلوقتي. بص القوام تقيل ازاي، لازم تتلحس، وانا هسيبك كده؟ حاجة غالية يا اختي. لازم طبعا نحس بالعيشة. شوفوا شكلها وقولوا لي حلوة ولا وحشة. حرفيا انا تعبت في الفيديو ده كتير عشانكم، وعشان ولادي برضه، عشان كانوا عايزين وصفات كتيرة وعملتها لهم، بس انا تعبت فيه جدا يعني، من الصبح والله وانا واقفة فيه لحد بالليل. فاشكروني كده على تعبي و... وقدروني، مش عايزة حاجة اكتر ولا اقل. وبمناسبة السنة الجديدة وكده يعني، عايز فرحة بقى وكده وحاجة جميلة يا سلام يا سلام. الفرح برضو حلو يا ولا والله. اهم حاجة ما تنسوش بابا بالرحمة، ادعوله ها. قول الله يرحمك يا عم صبري. كده خلاص بعد ما تمسكت في التلاجة سبتها. انا طبعا كانت اول خرطة ديت يعني عملتها عريضة شوية، بسبب اللي انا عملتها خلي الاخيرة صغننة. بصوا كده خلاص، سبتها لحد ما مسكت بعضها نفسها يعني. هقطعها وهنزوقها دلوقتي مع بعض. انا بقى ظلمت الحته الاخيره، الجنب الاخير ده انا ظلمته، خليته رفيع وخليت الاولاني ده تخين، يلا مش مشكله. بص ماشيه زي السكينه في الحلاوه. اه والله. اي والله اي والله. يا رب ما اكونش طولت عليكم الفيديو ويكون عجبكم يا رب واشوفكم دايما. بص انا لقيت القمع ده صغنون، لقيت القمع ده رفيع يعني، فلا انا حابه القمع التخين. هجيب جبت القمع التخين ده اللي انا اقدر احط اشكل التورتيه كده. ايوه كده. لقيت القمع ده مناسب، وكنت انا عايزه اللي انا ادور وكده يعني، فانا عايزه احط الحته وخلاص. انجز اضرب وانجز، واضرب وشقلب زي ما بيقولوا. شكلها بقت جميله والله تصدقوا. ايه رايكم يا ولاد، ايه رايكم؟ انا طبعا مش حاطه كريمه كتير، لان انا بس عايزه بس الحاجات دي وباقي الكريمه في الكيسه في القرطاس الحلواني انا مش عايزاها، اديتها العيال ياكلوه. بصوا اهو. بس مش عايزه اكتر. ايه رايكم؟ ممكن تتاكل كده، بس انا هزود لها الكريز دلوقتي، تديها برضو شكل لذيذ. كنت هحطها هنا، لقيت بنتي بتقولي لا يا ماما حطيها فوق، فحطيتها على الكريمه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، عامله زي الجاتو والله. تحفه تحفه تحفه. على فكره مقاديرها مش مكلفه خالص، يعني هي كوبايه سكر على كوبايه لبن على كوبايه زيت على معلقتين سمنه، تديها تيست وطعم حلو. تمام. اضرب ده كله في الخلاط على بيضتين او 3 بيضات حسب البيض، لو عندك كبير حطي 2، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، وكوبايه دقيق،
وشقلب كله في قلب بعضه يا معلم، وحط واحشر في الفرن. هتطلع كيكه. بس هتعملي لها شويه شوكليت على شويه كريمه جانتيه ولطخ بيض وخلاص. شوف انا كنت ناسيه الاخيره دي، بنتي بنتي شاورت لي بتقول لي يا ماما انت نسيتي واحده ما حطيتهاش. والله ما شفتها، فكر ان انا حاطه كله، بس كنت مدروخه في اليوم ده. بس لقيتها بتشاور تقول لي انت نسيتي واحده، بقول لها فين دي يا بنت الله. يلا الحمد لله. طبعا انا ممكن اسيبها على كده، بس انا طبعا جايبه شوكولاته اللي هي اللي انت شفتها دي في الفيديو. شوكولاته خام كده هبشرها، وعايزه تحطي مكعبه حطي، تبشريها حطي، عندك فواكه حطي اللي انت عايزاه. بصي طالما حاجتك في بيتك اعملي اللي انت عايزاه. جبت طبعا ايه، شريحه تفاحه صغننه كده، عملتها شرايح رفيعه زي ما بتوع الحلويات بيعملوها، وحطيتها في جنب. جبت نص فراولايه، ربع فراولايه، عملتها شرحتين وحطيتها برضو. تشكلي بالشكل اللي انت عايزاه. انا حبيت اوريكي بس طريقه او وصفات وانت تكملي. عايزه تخليها كلها فواكه بالشكل ده وتحطي موز، كملي. عايزه تخليها بالشكل اللي انا هعمله دلوقتي اهو معاكم، احط في كل حته مكعب من الشوكولاته زي كده اهو، حطي. عايزه تبشري شوكولاته وتحطيها حطي، انتي وذوقك وراحتك. انا عملت كذا حته كده ادي اشكال وافكار بس، وولادي برضو اللي اختاروا بالشوكولاته واللي اختاروا بالفراوله كده يعني. كده هبشر طبعا مكعب الشوكولاته ده وهحطه عليهم وبس. وايه رايكم في وصفتنا بتاعت النهارده؟ يا رب تكون عجبتكم ويكونش الفيديو طويل وزهقكم، واكون فدتكم بحاجه. وقولوا لي لو في حاجه برضو كده ولا كده في الكومنتات برضو وانا مش واخده بالي منها. ويا رب اكون يعني قدرت ان انا افرحكم او اسعدكم او اديكم فكرة وتشتروا بكرة، وانتوا تفيدوني وتسعدوني يا رب. ونخلينا دايما لبعض كده اخوات وحبايب يا رب دايما. كده انا حطيت لها شوكولاتة مبشورة بس كده. شو رأيكم؟ حلوة؟ شو قولوا اذا كانت حلوة ولا وحشة، وحطوا لي لايك، ما تبخلوش علينا بيه. انا شايفاكم انتوا بتتفرجوا بس ما بتعملوش لايك، بتستخسروا تعملوا، مش هيخسركم كتير والله. يا رب تكونوا في احسن حال يا رب، ودايما تكونوا سعداء. واشوفكم في فيديو جديد، واتمنى الفيديو يكون حلو. ودي طبعا بعد ما قطعتها وطلعتها اهو، قلت برضو لازم اوريكم شكلها من جوه. يعني ما ممكن الحاجه تكون من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، بس قلت لا لازم اوريكم شكلها. وطعمها حلو على فكره، وعجبت الولاد وجوزه كده، شكروا فيها يعني. و وهوريكم بقى الشكل النهائي. طبعا احنا كنا خرجنا بالليل بقى، ده طبعا انا جيت زوقتها بعد ما جيت بالليل لان كنت سايباها تتماسك في الفرن، في التلاجة قصدي. طبعا بالليل واحنا بره كنا واخدين الحاجات دي معانا، التسالي والكلام ده كله كنا قاعدين بره. بصوا، وهابي نيو يير وسنة جديدة وسعيدة عليكم وتدخل عليكم بالفرح دايما يا رب. شكلها بيشاهي والله. بسم الله، معلش يا جماعة، قلت لازم ادوقها معاكم يعني، اشوفها حلوة ولا وحشة، عجينة مش عجينة، هشة مش هشة برضو. لا حلوة حلوة حلوة. ده العيال بقت كل شويه رايحه جايه فين التورته يا ماما، فين التورته يا ولاد، دي مش تورته. يقولوا احنا عندنا عيد ميلاد يا ماما عشان تعملي لنا دي. العيال دي ما بطلش رغي والله. ربنا يخلي ولادكم يا رب وتفرحوا بيهم، اللهم امين. قولوا لي بقى وفرحوا قلبي كده زي ما انا فرحانه، ويسعدوني. وده عملنا كمان الزبادي اهي، شايفين ماسكه وجميله ازاي، وادي السهره بتاعت